السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهارده كده هنعمل كيكة الجيلي او كيكة الافاتار. زي ما انتم شايفين كده وجمالها. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول ونشوف مكوناتنا ايه. معانا هنا 3 بكاوي جيلي او زي ما انت حابه الأطعمة اللي انت حباها. هنا فراولة وتفاح واناناس، اي نوع انت حباها تي. معانا هنا بولة بقى كده، طبعا نكون غاليين ميه. اول حاجه هنفضي باكو الجيلي كده الفراوله. طبعا احنا مش هنحط المعيار اللي على العلبه، احنا يعني هنقصه شويه علشان تبقى تقيل معانا. معانا هنا كوبايه ميه مغليه كده. الكوبايه دي 200 جرام. هندوب بقى كريستالات الجيلي كده لحد ما تدوب خالص في الميه السخنه دي او المغليه. عايزاكم بقى تصلوا على النبي كتير وتنزلوا تحطوا لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل يوم يوصلكوا اشعار بالفيديو اللي انا هنزله جديد. شفتوا هنا بقى كريستالات دابت كده. هنحط بقى نص كوبايه ميه ساقعه. قلبهم برضك تقلبتين كده، ويكون معانا بقى علبة بلاستيك حافظة اي حاجة عشان نحطها فيها تخش التلاجة. معانا العلبة دي كده، هنفضي فيها الكمية دي. هنركنها بقى على جنب، نروح برضك نعمل بقية الجيلي. معانا هنا كده الاناناس، وانا كنت حطيت المية الاول برضك نفس المعيار، كوباية اللي هي 200 جرام. هنقلبها. بعد كده هنحط عليها نص كوباية المية الساقعة برضك اللي هي 100 جرام. ممكن تكتفي يعني ب200 جرام بس، تبقى تقيلة برضك معاكي شوية، عشان وانتي بتحط بقية المكونات ما تسحش معاكي. هنروح برضك نفضها في علبة برضك زي التانية. نركنها بقى على جنب كده. نروح نعمل بقى طعم التفاح التالت بنفس الطريقة برضك. لو انت عندك بقى جيلي انواع كتير حطي عادي مش مشكلة. نفضها برضك زي التانيين كده. ادي الكمية معانا اهي. نسيبهم بقى يبردوا شوية كده، وبعد كده ندخلهم التلاجة يمادوا ونروح نشوف هنعمل ايه تاني. هنا خلاص حبايبي بعد ما جمدوا خالص اهو. كنت كمان عملت لون احمر كمان عشان حسيت ان الكمية تبقى قليلة، فعملت كمان واحد احمر. هنقطعها بقى كده طول وعرض مربعات كده. بالسباتولا بقى نشيلها من كده، نفرغها من العلبة. نعمل برضك الاصفر ده.
نفرغها بردك من العلبة كده. شوفوا عاملة شبه الكريستالات. يلا بقى اللي لسه ما حطش لايك ينزل يحط لايك حلو كده، ودعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل. معانا هنا بردك اللي كان عملت واحد احمر كمان زي ما انتوا شايفين اهو. كتر يعني كل ما تكتري الالوانات فيها بتبقى حلوة جدا. فرخها بردك كده. نروح بقى نفضهم بقى في صينية او بايركس او سلستين، اي حاجة اللي موجودة عندك طبعا، عشان ايه نقلبهم كده يبقى شكل الالوانات فيها حلو. هنا بعد ما فضيتهم في الصينية اهو، هنروح بقى نحطهم في التلاجة ونروح نشوف الطبقة التانية اللي احنا هنعملها مع بعض ايه. معانا هنا كده كسرولة. معانا هنا 3 كوبايات لبن. معانا هنا 3 معالق سكر. طبعا احنا ما حطناش على الجيلي لان الجيلي بيجي معاه السكر بتاعه. مع دوت بردك يعني ما تكتريش سكر عشان الجيلي بيبقى مسكر. هنحط هنا كده 3 معالق جيلاتين. جيلاتين اللي هو حلال. ندوبهم بقى كده. وتحطي كمان كيس فانيليا عشان انا كنت حطيتها على البوتاجاز. هنا بعد ما خلاص روت على يعني غلت على البوتاجاز غلوتين اهي. هنسيبها بقى تبرد خالص عشان مش هينفع نحطها على الجيلي وهو سخن. هذا القوام بتاعها بعد ما غلت غليتين 3 كده. بس انا المقطع ما جبتوش معاكم. نركنها بقى على جنب ونروح نشوف هنعمل ايه. معانا هنا كده قالب، ممكن صينية، ممكن اللي هي الفورمة دي، اي حاجة المتوفر عندك. انا جبت القالب ده دهنته زيت عشان ما يلزقش معانا. وهننزل بقى بالجيل ده كده. انا هنا حطيت الكمية كلها في الصينية او في القالب ده. نسويه بقى كده. هيكون معانا بقى المكون دوت اللي هو اللبن بالجيلاتين دوت برد. شوفوا ما شاء الله جميلة. هننزل بقى باللبن دوت والجيلاتين بالراحة كده علشان هو بارد خالص، ما ينفعش نحطه سخن عشان الجيلي ما يسحش. هننزل بقى كده. انا ما خدتش الكمية كلها فممكن كنت تكتفوا بس بكوبايتين لبن. انا هبتها بقى هبدتين كده عشان اللبن ينزل تحت الجيلي عشان يساوي كده. بعد كده ناخدها على التلاجة على طول، ما نسيبهاش بره عشان ما تسحش. ونشوفها بعد ما تطلع من التلاجة. ما شاء الله اهي الجيلي فيها قطع زي ما هي اهي، ما شاء الله ماسكة وحلوة. هنجيب بقى سكينة كده ونفرخها من الجناب عشان تفك يعني ما تكونش لازقة وانا بقلبها. حطيتها في التلاجة اللي هي تربط دي على حسب ما تربط معاكي، مش شرط تديها وقت يعني. هنجيب بقى قالب كده او طبق ونقلبها بقى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، بس يعني كانت جايه في جنب كده، بس هي حلوه جدا. شوفوا بقى قاعده تتحرك اهيت، حلوه قوي. هنقطع قطع بقى قدامكم كده عشان تشوفوها ازاي متماسكه وحلوه، والاطفال هيحبوها بالالوانات بقى اللي فيها وطعمها، وكمان داخلها لبن، فهتبقى حلوه وطعمه جدا. هناخد بقى قطعه كده واوريها لكم. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الواناتها جميله من جوه، شوفوا الشكل جميل قوي من جوه ازاي. عايزاكم تجربوها وتقولوا ايه رايكم فيها. ناخد كمان قطعه كده، شوفوا قد ايه بترتعش كده وحلوه اهي. لو عندك بقى عيد ميلاد، عندك مناسبه، عندك ضيوف، ودوت حاجه ساقعه كده وترطب في الحر دوت على قلبنا، هنقدمها بقى كده جميله جدا زي ما انتوا شايفينها ومتماسكه. يلا بقى عايزاكم تجربوها وتقولوا ايه رايكم فيها. ويلا بقى عايزه اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وكنتم معهم ياسمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.